ب20 ريال بس. وش الخيارات اللي ممكن تاخذها من مطاعم الوجبات السريعة وتستوفي شروط أنا حاطها في هذا التحدي؟ والشرط الأول أنها طبعا الوجبة ما تعدي 20 ريال، والشرط الثاني أن الوجبة ما تعدي 500 سعرة حرارية، والشرط الثالث أني ما أعدل على الطلب، يعني راح أخذ الطلب من المطعم مثل ما هو، والشرط الرابع أني راح أوزن كل الطلبات بالميزان، وفي النهاية بطلع وش أكثر وجبة مناسبة كقيمة إجمالية من ناحية السعر ومن ناحية الوزن. وأكيد كلها طبعا راح تكون وجبات رئيسية، فالسناكات والأطباق الجانبية من المطاعم راح تستبعد تلقائيا. فخلونا نشوف وش أول مطعم. واضح من اللوحة قبل شوي إني كنت في كودو، خلوني أوريكم وش الطلب اللي اخترته. اخترت هذه الساندويتش اسمها كودوليشس، فيها كل المعايير المطلوبة من ناحية السعرات حقتها 489 سعرة. خلونا ناخذ الطلب ونجربها. طبعا خلال هذا الفلوج راح نسولف وبقول لكم ليش اخترت هذه المعايير، ليش ما خليت مثلا السعر 30 ريال، ليش ما حطيت 600 سعرة. كلها ان شاء الله بنسولف مع بعض في هذا الفلوج عن هذه التفاصيل. طبعا الطلب حقي الحين هذا هنا، هذا كودوليشس طالع هنا 13 ريال. هذا شكل الساندويتش، حجمه وسط يعتبر، ما هو بصغير مرة ولا بكبير مرة. طبعا هذا شكل الله. الخطوة الأولى إني أوزن كم وزن الساندويتش كامل، عشان كذا أنا جايب معي ميزاني اللي أثق فيه. راح نوزن الساندويتش ونشوف كم وزنه. طيب الحين صفرت الميزان، شوف الساندويتش هو مبدبد شوي عشان كذا جمعته كذا، نشوف كم وزنه. ممتاز، 212 جرام وزن الساندويتش حق كودو، 212 جرام. تجربة بسم الله. طبعا مكونات الساندويتش هذا يعني ملغمة بالخضروات مع بصل مع فلفل بارد مع خس مع طماطم، والدجاج طبعا مثل ما انتم عارفين دجاج كودو يجي مشوي على الصاج، فخيار يعتبر جدا مناسب. وكأول وجبة بصراحة أعتبرها شيء جدا جدا رهيب، فيها كل شيء تحتاجه، وأهم شيء أن سعراتها أقل من 500 سعرة. طيب الحين وصلنا للمطعم الثاني، ماكدونالدز. طبعا ماك أنا بالعادة أخذ هذا اللي هو تريبل تشيز، بس لو تلاحظون سعراته 674، فللأسف خارج عن النطاق، مع أنه لو تشوف سعره 16 ريال، بس إنه نبغى شيء يستوفي جميع الشروط. فراح يكون الخيار اللي هو هذا دبل تشيز برجر، اللي هي ساندويتش سعرها 12 ريال، سعراتها 495. شوف لو بزيد شريحة لحم راح يقول لي إن بتزيد 200 سعر حرارية، فإن بنختارها بدون إضافات. خلاص كذا الوجبة كاملة تم. طيب لين نجي الطلب خلونا نسولف وأقول لكم ليش اخترت بعض هذه الشروط. أول شيء فكرة إني ما أعدل الطلب. أنا ممكن زي مثلا ماك أو المطاعم الثانية اللي بروح لها في خيار إني أضيف البروتين، والبروتين راح يرفع من القيمة الغذائية في الوجبة، ولكن الحركة هذه راح تخلي بشرطين جوهرية في هذا التحدي، اللي هي أول شيء احتمال كبير انك تطلع عن نطاق السعر المحدد اللي هو 20 ريال، والشغله الثانيه موضوع السعرات الحراريه. صح ان البروتين مفيد، ولكن انا برضو ابغى ما اعدي 500 سعره حراريه، فلو اضفت مثلا شريحه بروتين في ماكدونالدز بالراحه بعدل 500 سعره حراريه، وهالشيء يخليني ما ابي اعدل اي طلب. وبصراحه اول ما جيت ابحث على فكره الفيديو هذا وكيف اني بدور في كذا منيو عشان اختار اصناف، انصدمت من كمية الوجبات في المطاعم اللي بالراحة تعدي 500 سعرة حرارية. ما أبالغ لو قلت إني شفت فوق 20 منيو عشان يدوب أطلع بالخيارات اللي بصورها لكم اليوم. فواحد من الخيارات اللي يعني ممكن تخطر على بال بعض الأشخاص اللي هو البروستد على سبيل المثال. البروستد متفجر بالبروتين وممكن يكون خيار انك تاخذه، وبالراحه بلقى بروستد اقل من 20 ريال، ولكن ما في بروستد بتاخذه اقل من 500 سعر حراريه. للاسف البروستد ينطبخ بالزيت والزيت مكون اساسي فيه، فاي مطعم بروستد بتاخذه بالراحه انه بيكون اكثر من 500 سعر حراريه. شغله ثانيه لها علاقه بالسعر، أنا ممكن آخذ وجبات وزنها يكون كبير مرة، بالذات لما آخذ من البوفيهات أو التسالي. يبيعون بالعادة سندويشات كبيرة وسعرها أقل من 20 ريال، ولكن فيها مشكلة جوهرية إن هذه البوفيهات بالعادة والتسالي ما يحطون لك السعرات، فموضوع إني أحدد السعرات بيكون شيء غير ممكن في هذا النوع من المطاعم أو البوفيهات، فعشان كذا استبعدتها. جاء طلبي الحين، طبعا أنا قاعد أطلب مشروبات مع الطباق حقتي عشان بس أدف اللقمة ولا
مي بداخل معنا في الفاتورة. عموما دبل تشيز ماك أتوقع معروف، ما حد ما يعرفه، شيء بسيط جدا، جبن لحم مخلل وأتوقع معها بصل. الآن الخطوة الأولى عرفنا سعره، عرفنا سعراته 495 سعره 12 ريال. كم وزنه؟ هذا هو اللي بنعرفه الآن. كذا ميزان نصفر. طيب وزنه 177 جرام. وزن البرجر هذا أقل من برجر كودو، أرخص من برجر كودو. سعراته شو نقول برجر كودو، ساندويتش كودو أعلى من سعرات كودو. بسم الله. طبعا ماك طعمه ماك. الفكرة من مسألة الوزن إني أبغى الوجبات هذه والساندويتشات على الأقل تشبعني كذا ساعة، فكل ما كان وزن الساندويتش أكبر في نطاق 500 سعرة أو أقل يعني من 500 سعرة وبنفس البودجت اللي أنا حاطينه، كل ما كان هذا الشيء أفضل. فأنا في النهاية قاعد أفكر إني أبي أقيم كل وحدة أفضل سعر، أفضل وزن، أفضل سعرات. طيب الحين أنا عند المقام الثالث اللي هو الطازج. طبعا الطازج على قد ما نحب الفروج اللي عندهم إلا أن سعرات مرة عالية. عنده خيارات كثير ولكن ما في إلا خيار واحد لقيته يستوفي الشروط اللي هو هذا، اسمه محمص، ساندويتش محمص. طبعا هذه سعرات الوجبة، هذا سعرات الساندويتش. الساندويتش 426 سعره، فطلبت ساندويتش واحد. السعر حقه 11 ريال. بنوزنه ونشوف كم بيطلع. زي ما انتم شايفين دايم السعرات هي اللي تكون المشكلة. يعني أنا مبدئيا ما أتوقع أن الساندويتش هذا كبير اللي بيجيني من الطازج، لأنه في النهاية سعر 11 ريال. مبدئيا أحس إنه زي الشاورما، ولكن سعراته فوق 400. يعني أنت تعرف لما تروح محل شاورما وتاكل 3-4 حبات شاورما، قيس عليها ترى نفس الشيء. ترى الشاورما بشكل عام يعني ما تقل عن 350، شبه مستحيل ألقى شاورما أقل من 350 إلا كانك أنت معدل عليها، مثلا ما أخذ فلقة، ما أخذ مثلا بدون صوص، يعني تفاصيل معينة كتعديلات ممكن تخليها كذا. بس معظم مطاعم الشاورما ترى سعراتهم 400 وطالع للحبة. وصل صراحة حجمه مبدئيا حسيته أكبر من الشاورما شوي، بس الخبز مو كأنه يعني عرفت الخبز. خبز صاير كريسبي كذا مفتوح من النص من هنا. طيب مكتوب دجاج مشوي، صوص، بطاطس، عندنا مكونات الشاورما. نحتاج الميزان الحين. شوف كم وزنه. صفر ميزان. والله 141 جرام. ساندويتش الطازج 141 جرام. نذوقه. أول مرة أجربها بصراحة. حبيت التدمير اللي مسوينه، شكله مرة رهيب. صراحة لذيذة. الدجاج لو فكيتها لقيتها مقصينة زي الصدور ولكن بشكل فوري. جاني فضول أعرف كم وزن الدجاج الحالة. قلت هذه الحركة فيني توزن كل شيء، بعدين تصفر، تجيب مناديل، تبدأ تشيل الدجاج. أحسن شيء إن شريحة واحدة مسوينه زي كذا، بس هالمرة إنك تشيله. أبي أعرف بالضبط كم حاطين دجاج. الساندويتش ذا بصراحة أقل من اللي توقعته. الدجاج وزنه 32 جرام، قل مع العرض اللي عطيته 35 جرام. يعتبر بروتين قليل على ساندويتش سعراته فوق 400. أنا ما أبغى تطلع من هذا الفيديو بعقلية إنك خلاص لما تعرف وش الأكلات اللي سعراتها 500 وأقل يعني إنك أوتوماتيكلي خلاص تقدر تاكلها كل يوم وعادي ما دام من ضمن السعرات. لا أبدا. فكرة هذا الفيديو إنه بس يعطيك وش الخيارات المناسبة لك لما تكون فعلا مزنوق، لما تكون على خط صفر، أو لما تكون مشغول لدرجة إنك طالع طول اليوم
اليوم برا البيت ومضطر انك تاكل وما ودك تاكل شيء يأثر على جدولك او نظامك الغذائي. في النهاية ترى هذا كله مطاعم فاست فود، وجودة الاكل جدا جدا مهمة، وما في ولا مطعم اللي بوريك اياها اليوم احسن من انك تحضر اكلك بنفسك، انك تحضر مقاديرك بنفسك، عارف وش في اكلك، عارف وش القيمة الغذائية، وازن كل شيء صح بحسب هدفك. فهذه الصورة اللي بك تركز عليها، ان هذه خيارات استثنائية لما تكون مضطر انك تطلع من جدول. طيب الحين وصلنا اللي بعده، بيت الشاورما. خلينا نشوف وش الخيار اللي بنختاره من عندهم. طبعا المطعم زحمة مرة في باقي السفري. طيب نروح فوق هنا عند الساندويتشات، برجر. ننزل هذا البرجر اللي باخذه اسمه ماش برجر، 14 ريال. ندخل عليه، اي شوف هنا مكتوب السعرات حقته، 420 سعرة للبرجر. طبعا في اضافات اني اقدر ازيد 7 ريال اخذ دبل او كذا، بس ما راح يعني اخذ اي شيء، بخليه مثل ما هو 14 ريال. شو تقول ذا الحين؟ اختيار واحد ماش برجر. طيب يلا ها هنا ماش برجر عادي خلاص. طيب معليش الآن بنكمل في السيارة لأن طلع ما عندهم طاولات جوا. هذا البرجر ماش برجر حق بيت الشاورما، حجمه قريب مرة من حجم، ما أدري وضحت لكم حشوته، ملغم خضروات، طماط، خس، اللحمة مرة صغيرة، خبز. يعني شيء تتوقع يعني على 14 ريال إنه هذا اللي بتاخذه. الميزان شوف بسم الله، واحدة ثانية نتأكد. ممتاز، وزنه 197 جرام، وزن برجر بيت الشاورما 197 جرام. خط التذوق بسم الله. البرجر هذا كجودة لحم يغطي على حجمه، يعني على الأقل هذا تحس إنه فعلا سماش بيف برجر. كسعر وسعرات 14 ريال 420 سعرة، يعني بنشوف عاد شو المطعم الأخير بيعطينا. طيب المطعم اللي بعده اسمه تيك أواي. هذا المطعم أكلت فيه قبل أسبوعين تقريبا، وأقدر أقول إن المطعم هذا تحديدا هو اللي ألهمني فكرة الفيديو اللي قاعد أصوره لكم هذا. يعني فكرة عنده طبق عجبني جدا بصراحة، حتى الماكروز حقته كانت رهيبة. أنا أوريكم المنيو اللي هو هذا، اسمه تكة شيش، 14 ريال في 420 كالوري. بطلبه بوزنه ونشوف كم بيطلع. طبعا بالميزانية اللي أنا حاطها تقدر بسهولة أنك تطلب أطباق جانبية، كذا طبق جانبي بتكون تشبعك وزنها عالي، ولكن فيها خلل جوهري بيكون، اللي هو أن أغلب الأطباق الجانبية يا أنها تكون سعراتها مرة عالية أو أن البروتين شبه معدوم فيها. فأنت بتطيح في واحد من الاثنين، يا أنك بتعدي السعرات 500 أو أنك بتكون يعني نسبة البروتين فيها مرة سيئة، وبمعنى آخر أغلبها بتكون كربوهيدرات ودهون. وأنا ماني قاعد أقول إن الأطباق اللي طلبتها الحين إنها يعني فل بروتين، لا، بشكل عام كل الفاست فود الكارب والدهون بتكون أعلى من البروتين، ولكن خلينا نقول إن الخيارات اللي أنا عرضتها لك تعتبر أفضل الخيارات المتوفرة اللي ممكن تطلبها بالتحديات أو بالقواعد اللي إحنا حطيناها في هذا الفيديو. طيب عدنا لكم مرة ثانية من الشقة. بصراحة سكنت الشموسين قلت بس فقلت كمل فيديو هنا. هذا الساندويتش حق تيك أواي، طبعا والحشوة حق كيف صايرة، دجاج متبل، خس، صوص، وخبز تنور. ناخذ وزنه عشان نعرف سعراته كم. 178 جرام وزن الساندويتش هذا، 178 جرام. ذوقه للأمانة آخر مرة جربته كان الصوص أقل من الحين حسيته كثر لي صوص، ما أدري بشكل عام فرع عن فرع وزنيته تختلف. مغرقها صوص هذه بصراحة، هنا أول مرة ذقتها ما كانت كذا. عموما أنا كان في بالي إني أوزن البروتين في كل الأصناف اللي صورناها،
بس بصراحة الفكرة هذه ما جتني إلا في نص الفيديو هذا يوم وزنت حقة الطاسج، ولكن ما راح أسويها لأني فكرت إني لو بسويها بحتاج إني أسوي الطلبات من الأساس بدون صوصات بدون إضافات عشان أقدر أشيل البروتين وأوزنه بشكل صحيح. يعني مثلا هذا الساندويتش حق تيكوي مغرق صوص الدجاج، فما راح يطلع لي قيمة تقديرية حتى يعني لو حاولت. بس حسيت إنها تنفع فكرة الفيديو منفصل مخصص لهالشيء. يعني علموني في التعليقات لو تبون أسوي فيديو أوزن فيه كمية البروتين في أصناف معينة من المطاعم اكتبوا لي. طيب الحين جربنا 5 مطاعم وطلعت كل المعلومات حقت الأطباق حقتهم، بقسمها لكم من ناحية الترتيب بالمركز الأول لكل كاتيجوري. يعني مثلا وشو أحسن واحد سعر، وشو أحسن واحد سعرات، وشو أحسن واحد وزن، وبعدين أبعطيكم الفائز بالنسبة لي اللي يستاهل أنه ياخذ المركز الأول. طيب أول خانة عندنا هي السعر. إذا أنت واحد ما يهمه إلا السعر فساندويتش الطازج 100% هو المركز الأول، أقل واحد سعر، ولكن حط في بالك بعد أنه هو أقل واحد وزن. طيب وشو أقل واحد بالسعرات؟ وخانة السعرات فيها تعادل، والغريبة الحين انتبهت ان التعادل اللي في السعرات برضو تعادل في السعر المطعمين اللي هم تيك أواي وبيت الشاورما، كلهم سعرات الساندويتش 420 سعرة. واما من ناحية كمية الاكل اكثر واحد معطيك قيمة او الكمية حقة الاكل مقارنة بالسعر والسعرات فاكثر واحد وزن هو كودو، وزن الساندويتش حقهم 212 جرام. طيب الحين وقت الاستبعاد، وفيه مطعم واحد ما كان في ولا كاتيجوري من اللي قلناها اللي هو ماكدونالدز يستبعد، لا هو افضل سعر ولا افضل سعرات ولا افضل وزن. وراح برضو استبعد الطازج لانه صح كسعر هو اقل واحد، ولكن كسعرات في مطعمين احسن منه، وكوزن هو اقل واحد وزن، يعني بمعنى ما راح تشبع لما تاكل الساندويتش حقته. بقى عندنا كودو، بيت الشاورما وتيك أواي، وبيت الشاورما وتيك أواي متعادلين في السعر ومتعادلين في السعرات، اذا بيكون الفيصل بينهم موضوع الوزن. وهنا بيطلع ان المرشح هو بيت الشاورما يفوز على تيك أواي، وزنه 197 جرام. والمركز الأول في المطاعم اللي جربتها كان بلا تأكيد كودو، كوزن هو أفضل قيمة، وحتى كسعرات ما كان أعلى واحد سعرات، وحتى كقيمة سعر لا يزال ما هو أغلى شيء. فيعني كان معدل متوازي في كل الخانات باستثناء خانة الوزن كان أعلى واحد، وكون الدجاج حتى حقهم مسوي على الصاج فهذه بعد معطيني قيمة إضافية أن الدجاج هذا ما هو مزيت مرة، وبالتالي يستاهل المركز الأول كودوليشس. إن شاء الله الفيديو عجبك، ويا ريت لو تقترح لي أي أفكار في التعليقات لأني أقرأ كل التعليقات وأستلهم منها فيديوهات للمستقبل. وإن شاء الله نشوفكم السبت الجاي في فلوج جديد. سلام.